نريد أن نخرج من هذا المجلس وقد قال الله عز وجل قوموا مغفورا لكم فقد رضيت عنكم ما أرضيتموني. هذه هي السعادة، وهذه هي الراحة، وهذه هي الطمأنينة. يا من تعيش هم، ويا من تعيش غم، يا من تعيش ضرك في المعيشة، يا من تشكي رفقاء سوء، يا من تشكو تقصير في الصلاة، يا من تشكو زنا، يا من تشكو لواط، يا من تشكو مخدرات، يا من تشكو حبا للمردان، يا من تشكو حبا للورعان، يا من تشكو حبا للنساء. والله لا سعادة إلا بمثل هذا المجلس. يا غالي أنت الآن يوم أنك تعيش هم وغم، وين تبي تدور السعادة في غير الطريق هذا؟ تدري ليش أنت مهموم؟ تدري ليه أنت مغموم؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه، قال تأملها بقلبك، استشعرها يا حبيبي، أنزلها على قلبك يا غالي، لعل الله عز وجل أنت من يريد يوم جابك إلى هذا المكان. سبحان الله، انظر رحمة الله فيك. قبل قليل عصيناه والحين الله عز وجل أتابك إلى هذا المجلس. لا تظن أنك أنت جيت برأيك، لا، ولا تظن أنك أنت جيت بنفسك، لا. غيرك الحين الله المستعان في الشهوات وملذات، بينما أنت اختارك الله وأتابك إلى هذا المجلس. غيركم يمكن منكم الآن أتى إلى هذا المجلس ويجد ضيقة ويجد هم وغم وكدر، لأن الله ماذا يقول؟ يقول الله في محكم الكتاب: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت يا غالي يا من تريد السعادة، تدري وين تجد السعادة؟ ما تجد السعادة إلا في الصلاة، في الصلوات الخمس مع الرفقاء الصالحين. تجد سعادتك في قراءة القرآن، تجد سعادتك في مثل هذه المجالس الطيبة. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليست مع ولع تمشي معاه، وليس مع امرأة أو بنت تروح تجي معاهم، وليست بمسكر تأخذها 24 ساعة، وليست بحشيش حاشاكم في جيبك أو حبة في جيبك. أسألك بمن خلقك فسواك فعدلك، ما الذي يمنع الله تبارك وتعالى يوم أن أنا وياك نعصيه بدخان أو بحشيش أو بحب أو بتقصير الصلاة؟ والله ما يمنعه إلا شيء واحد: ورحمتي وسعت كل شيء. يا غالي أنا وأنت يوم أن نعصي الله عز وجل ولا زلنا الله عز وجل يرحمنا ولا زال الله عز وجل يسر علينا، والله ما يمنع الله شيء. الملائكة تغار من فوق 7 سماوات تقول يا ربي انظر فلان ماذا يفعل، يا ربي دعنا نفعل كذا وكذا، فيقول الله عز وجل من رحمته فيك وفيني يقول لا اتركوه. طيب ليه يا رب؟ لعله يتذكر أني أراه فيرجع، لعله يتذكر عذابي فيتوب. ولأجله يا ملائكتي زينت الجنان وأبعده عن النيران حتى إذا تاب هذا العبد قال الله للملائكة يا ملائكتي انظروا عبدي، انظروا عبدي حاربني وبارزني وعصاني ثم لما أقسم بجلال الله يا أخوان ما أتيت اللي بقول لكم إياه إنه صدق والله، وأنا مسؤول عن كلامي يوم القيامة. كلمني الساعة 8 الصباح قال تكفى ساعدني، قلت آمر، قال أنا عمري 34 سنة والله ثم والله ما جربت طعم السعادة. أنا فنان مشهور ولي مقاطع كثيرة في اليوتيوب وعندي من الجمهور ما الله به عليم، لكن ما وجدت السعادة، ما وجدت الراحة، ما وجدت اللذة. ساعدني كيف أرجع إلى الله، أنا مليت أبغى أتوب. تكلمت معاه قرابة يا أخوان ساعة إلا ربع وأنا أتكلم مع هذا الرجل والله يا شباب، ثم والله تكلمت معه يمكن الساعة 8 حتى يمكن الساعة 9 وشوي الصباح. سكرت السماعة دق علي الساعة 10 قال يا أخوي طلاق، قلت نعم، قال أشهد الله
وملائكته والناس أجمعين إني من هذا المكان ومن هذه الساعة تائب لوجه الله عز وجل. ووالله يا أخوي طلال إني أحس براحة ما حستها في حياتي. أي والله قلت هنيئا لك يا بشرى لك، أبشر أيها التائب فأنت ابن اليوم لا غد ولا أمس، طاب ممشاك وأفلح وجهك وقرت عينك وسرت روحك، فهنيئا لك بنداء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه البشرى يا شباب، هذا هو ربنا اللي عصيناه، هذا اللي أنا وياكم حرب على الله عز وجل ليل ونهار وما نستحي. والله قبل أن تعصي الله تذكر من أنت، من أنت يا مسكين حتى تعصي الله رب العالمين. أليس الله عز وجل أوجدك من العدم؟ أليس بلاك لا يكشفه إلا هو؟ أليس دعاءك غالي إلا إذا أصابتك مصيبة قلت يا الله لا يكشفها إلا الله عز وجل؟ يوم جاك الهم والغم سألت من غير الله عز وجل، والحين جاي تحارب ربي. عجبا لك يا ابن آدم، نسيت أنك أنت من الله وإلى الله. أين ستهرب من الله؟ أين ستهرب من الله عز وجل؟ بأي وجه سنلقى الله ونحن قد عصيناه؟ بأي وجه سنلقى الله ونحن قد عصيناه؟ كلمني يوم سكر يا شباب بعد ما تاب هذا الرجل على الساعة 10، دق علي بعدها بدقائق معدودة قال يا أخوي طلال، قلت نعم. قال أنا الآن فيني سعادة ما أعلم فيها إلا الله لكني أحس بذنب بسيط. قلت وش هو؟ قال الآن الأغاني اللي لي في اليوتيوب الحين هل كل يسمعها تكون في مثل سيئاتي؟ قلت طبيعي جدا أنت لك أوزار 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 من يسمعها وينزلها ويتداولها وينشرها، لكن هذا يمكن يسمع السيئة عليه هو. قال طيب وش الحل؟ علمته كيف الطريقة. سكر كلمني بعدها بدقائق قال يا أخوي طلال والله إني أحس أن الراحة اكتملت عندي وتكفى. لا الله يرحم أبوك يا أخوي طلال أبغى أقابلك. قلت أبشر بعزك، أنت وين مكانك؟ قال خلاص أنا أول ما خلص بكلمك. والله يا شباب أقسم بجلال الله كلمني سكر سماعة يمكن الساعة 10 10 ونص يمكن أو 11 إلا والله أعلم ما أخبر الساعة بالضبط. الشاهد جاءت الساعة 12 الظهر وتجيني رسالة عملة كبيرة على جوالي ادعوا لي هذا الرجل ترى توفاه الله عز وجل. اي والله العظيم انا طبيعي صراحة ما تملكت نفسي، ارسل يا فلان طمني عنك، يرد علي قال ادعي له ترى توفاه الله عز وجل. قلت يا اخوي اتق الله لا تكذب لا تتبع الرجل. قال وش مصلحتي؟ قلت احلف. قال والله الذي لا اله غيره ان الرجل توفاه الله عز وجل. قلت تكفى اتصل بي. كلمني الرجل مسكين يعني يحشرج من البكاء حتى انفجر وهو يبكي عندي. قال والله يا اخوي طلال اقسم بالله ان الرجل شغل سيارته ما ادري وين بيروح، جات سياره جات تريلا ودعست الله المستعان وتوفاه الله عز وجل الحال. والله يا اخوي طلال والله ثم والله ان اصبع الشهاده ما قدرنا ننزله، حاولنا ننزله ما قدرنا. ابوي يمسكه يبكي يقول انا ما اصدق ان هذا فلان ولدي، يقول هذا فلان ولدي انا اعرفه ما اصدق ان هذا هو مات على هذه الطريقه. بعد يومين من وفاته يتصل علي نفس الأخ قال رأيت أخوي في المنام جاني في مكان مرتفع يشرب من اللبن وما أمامه طاسة لبن وطاسة ماء ويناديني ويشرب من اللبن فيقول يا فلان أقبل يا فلان تعال يا فلان حتى خلص اللبن ولا قدرت تجي. أول نهى عنه أو يروى قال هذه الرؤيا واضحة اللبن والماء شرب أهل الجنة. يا شباب أرأيتم هذا الأخ؟ والله لو أخوه لو إنما قال لا تذكر اسمه والله لا ذكرت اسمه، واسمه عجيب سبحان الله. اسم عجيب سبحان الله، ما هو طبعا اسمه ما هو اسم عجيب لكن من نوع فريد اسمه كأنه يدل على اشتياقه لله عز وجل. أيضا خذ هذا الحدث يكلمني أيضا إحدى الأطباء في إحدى المستشفيات قبل 3 أسابيع والله يا شباب وهذا الرجل حي يرزق والعهد عليه. يا أخوان احنا ليش نسوق هذه القصص حتى نتعظ؟ والله ترى ما هؤلاء الأموات إلا عبرة لنا حنا يا شباب. وانتم تلاحظون من يوم ما دخل المحرم عام 33 والايام تركض والايام تسع ما هي مثل اول. فيا غالي معنى هذا لا تفرح اذا اليوم صرع. تدري ليه؟ لان كل ما صرع يوم كل ما قرب يومك، فلا تفرح. اذا نستعد الى متى يا شباب وحنا الله مسعى ندير برؤوسنا خلف هؤلاء المرجان؟ الى متى؟ انتم رجال ونحن رجال ولله الحمد والمنه، وحاشا في اي واحد فينا يكون في هذا المجلس يتبع هؤلاء.
يخفض الله جناح بعوضة، وبعد ما تخلص منها تدعس عليها دعس. بعدين إلى متى حشيش مخدرات؟ إلى متى أمك وأبوك يبكون سبلت؟ هل هذا جزاء؟ بل يبدلها الله لك حسنات. حتى والله وتروح مع الحسنات اللي كانت عندك من قبل حتى يكون دفتر السيئات فاضي. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إني أصبت بحائط، يعني يا رسول الله إني دخلت مزرعة ووجدت امرأة ففعلت معها مثل ما يفعل الزوج مع زوجته، غير أني لم أجامعها، بس قبل ما قبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا الله ما أكرم الله علينا، يا الله ما أجود الله عز وجل علينا. أي والله أي سيئة سويتها ثم تبعتها بحسنة بدلها الله لك حسنة. لو أنك فعلت ما فعلت ثم قلت: يا ربي أنا أستغفرك وأتوب إليك، لغفر الله عز وجل لك السيئة. هذا دليل على ماذا يا شباب؟ هذا دليل على أن الله يحبنا، أن الله يبغى لنا الخير. لكن والله العظيم غرونا رفقاء السوء، غرتنا الشهوات، غرتنا ملذات، غرتنا الدنيا، غرتنا الله المستعان أنفسنا الظالمة. أخبرنا الله أن الشيطان بيتبرأ منا يوم القيامة، ولا زلنا الله المستعان نعصي. قال التائب: يا ربي أذنبت. قال: وأنا غفرت. قال التائب: يا ربي ذنوبي تجل عن الإحصاء. قال الله: ولو بلغت عنه السماء. قال التائب: يا ربي أهلكتني السيئات. قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال التائب: يا ربي لا أكره منك أحدا. قال: لأنني أنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله في الحديث القدسي: استشعرها، أنزلها على قلبك، قل: نداني ولك غالي، متى جئت قبلناك، إن أتيت ليلا قبلناك، إن أتيت نهارا قبلناك، إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني على ألا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. من أعظم مني جودا وكرما؟ عبادي يبارزونني بالمعاصي وأنا أي الله عز وجل أكلأهم على فرشهم. إي والله يا شباب نعصي طول النهار، لمن جينا ننام حرسنا. سبحان الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري. والله يا شباب أجلس مع ولد عمره 18 سنة يقول لي: أنا أنكر وجود الله عز وجل. أرأيتم؟ وش بتقول في هذا يا شباب؟ الشباب أقسم بالله العظيم حالهم أحزان، ويلومون المطاوع اللي جو يتكلمون معاهم. أنا أعجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا، الله يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل. الله عز وجل يرسل له الرجل ينصحه ويدعو للجنة، وهو كان يقول: يا ربي أنا ما أبغى الجنة أبغى النار. يعني كان ذاك يقول له: خلني في شهواتي، خلني في ملذاتي، يا أخي لا تخرب علي مزاجي يا غالي. يخرب مزاجك عليك هذا الداعية، ولا يخرب عليك مزاجك ملك الموت. لو خرب مزاجك ملك الموت جزاها النار. لكن يمكن الله عز وجل أراد بالخير، كأن الله يقول لك: يا عبدي تراك عصيتني وغفلت عني، والحين أرسل لك من يذكرك فيني، لأنه للمطلع عند الله ليس بهين. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي ويتبغضون إلي بالمعاصي. أهل ذكري أهل مجالستي مثلكم، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي. فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعائب. من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي ب1، فإن ندم عليها واستغفرني غفرت له على ما كان فيه ولا أبالي.
أشكر اليسير، أشكر سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها وأفرح بتوبة التائبين. أوحى الله يا شباب إلى داود فقال الله عز وجل: يا داود، اسمعوا البشارة، يا داود لو يعلم المدبرون عني اللي يعصوني 4 ساعة، لو يعلم هؤلاء، شوف، لو يعلم المدبرون عني كيف شوقي إليهم ورفقي بهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود، هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ أجل اللي تاب لي وش له هذا؟ اللي رجع إلى الله عز وجل وش له هذا؟ اللي ترك رفقاء السوء والمخدرات والأغاني وأصلحها وحافظ على الصلوات ومع الرفقة الصالحة، وش له هذا؟ سعادة في الدنيا، مغفرة الذنوب، ستر عيوب. يا أخوة والله العظيم أقسم بالله فضائل عظيم، فضائل عظيم، لكن أنا وأنتم يا شباب من عطل هذه الفضائل. فيا أيها المباركون، هي دعوة أدعو قلبي وأدعوكم إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، إلى العودة والإنابة والخشية. من فيكم يريد السعادة عليه بطريق الهداية، وجرب وأنت الحكم.